اشترك في القناة وحط اللايك بتاعك، ويلا بينا نبدأ الحكاية. ده هو كايتو، عيل كحيان حلمه ان هو يكون بطل اسطوري واقوى مستكشف للدماس، ولكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لان بطلنا بقاله سنتين كاملين موجود في الدماس من المستوى الاول اللي هو الطابق الاول يعني، والمستوى الاول ده هو اقل درجه في الدماس. المهم في يوم من الايام كايتو كان بيستعد علشان يخلص على الهلام ده، ومن كتر ما هو كحيان كان خايف من مجرد حته هلام صغير وتعبان. الهلام بقى بينط من مكانه، وساعتها الواد بيخلص عليه بالمبيدات الحشريه، بياخد النواه السحريه بتاعته، والنواه السحريه ديت يقدر يبيعها وياخد بدلها فلوس. المهم الواد بيكمل ماشي في الدماس، وساعتها بيلمح هلام ذهبي بالصدفه، والهلام ده نادر جدا وفي الغالب بيرفع من مستوى الشخص اللي بيقتله. الواد بقى بيفضل يقرب منه ببطء علشان ما يهربش منه، بيهجم عليه ولكن الهلام بيطير لبعيد. بس على مين؟ ده كايتو عمك يا حزين. بيطلع على طول مبيد حشري اقوى وبيخلص على الهلام في ثواني، ولكن بالرغم من انه خلص على هلام نادر الا ان مستواه ما ارتفعش ولا اي حاجه. نحس من يومك يا ابني والله، يعني يوم ما يلاقي هلام نادر ما يستفادش منه بحاجه. المهم الواد بيروح ياخد النواه السحريه بتاعته، ولكن وقتها بيلاقي بطاقه ذهبيه. ايوه دي بطاقه خدم من مستوى عالي جدا، هي شكلها بدات تلعب ولا يا صديقي. المهم البطاقه ديت لخادمه من نوع الفالكيري واسمها سيلفي. كايتو بعدها بقى بيطلع تليفونه وبيدور على اي معلومات عنها، ولكنه مش بيلاقي اي حاجه، ولكن بما ان البطاقه ديت من نوع الفالكيري يبقى اكيد دي بطاقه نادره. المهم الواد بياخد البطاقه وبيقرر ان هو ما يعرفش حد ان هو لقاها. بعدها بيروح يبيع الانواع السحريه اللي جمعها، وساعتها بيسال الموظفه وبيقول لها افرضي انا لقيت بطاقه خدم نادره هيكون سعرها كام؟ فقالت له ان الحاجات ديت نادرا ما بيلاقوها، ولكن في الغالب سعرها بيوصل لمليارات. الواد كان مصدوم من الرقم اللي سمعه، وبيفضل يفكر في المبلغ ده طول الطريق وهو مروح، لحد لما بيركب المترو وهناك بيقابله صاحبه وبيقول لهم انتم مش ناويين ترجعوا معايا للدماس تاني ولا ايه؟ فقالوا له لا، بعد ما دخلنا للمره الاولى والوحش ادانا علقه بنت ناس مش هنرجع لهناك تاني. بعدها الواد بيرجع للبيت وبيقعد ياكل مع ابوه وامه. امه بتقول له انت رحت للشغل النهارده صح؟ فقال لها ايوه. قالت له طيب ومذاكرتك؟ قال لها ما تقلقيش كله هيبقى تمام. وبعدها بيروح ياخد دش وبيفضل يفكر مع نفسه شويه، وبيقول يا ترى هل استدعي الساحره اللي في البطاقه ولا ابيعها واخد فلوسها؟ ولو بعتها ساعتها اقدر اشتري كل اللي نفسي فيه من الالعاب واسلحه ومعدات كتيره جدا. المهم الصبح الواد بيصحى بدري علشان يروح للمدرسه، ولكنه كان مرهق جدا، وده بسبب ان هو ما نامش كويس امبارح من كتر التفكير. وفي الطريق بيقابل البنت صاحبته وبيمشي معاها، والبنت بتقول له انا شفتك امبارح وانت راجع بالليل، هو انت كنت فين كده؟ الواد بيفضل يحور عليها وما رضيش يقول لها ان هو كان في الدماس. ساعتها بيقابل صحابه في الطريق وبياخدهم على جنب وبيقول لهم اسمع ياض انت وهو، اللي هيقول قدام البنت اني بروح للدماس انا هجلده. فقالوا له تمام يا سيدي الناس سرك في بير. بعدها بيكملوا في طريقهم وبيروحوا للفصل بتاعهم. كايتو بقى في الوقت ده بيسال صحابه بيقول لهم لو انتم حصلتم على بطاقه نادره هتعملوا بيها ايه؟ قالوا له هنبيعها اكيد مفيش كلام. فالواد بقى بيقتنع بكلامهم، وبعدها الحصه الاولى بتبدا. كايتو ما كانش مركز في الحصه وشغال يفكر هيعمل ايه، ولكن ساعتها بيبص على بنت صاحبته وبيحسم قراره، بيروح للدماس وبيستدعي الخادمه سيلفي، وساعتها بتظهر طاقه جباره وبتظهر كمان خادمه عملاقه. الواد كان مذهول حرفيا. البنت ساعتها بتضمه ما بين ايديها، والواد كان مرعوب اكتر واكتر. بعدها البنت بتختفي والواد بيبص يمين وشمال ولكنه مش بيلاقي اي حاجه. بيبص تحته وساعتها بيلاقي بنت صغيره. قال له هو انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له انا سيلفي وانا الخادمه بتاعتك. الواد ساعتها كل احلامه واماله اللي رسمها في دماغه بتتبخر وما بيبقاش عارف هيعمل ايه. المهم الواد بيقوم، وساعتها البنت بتقول له انا حاسه ان في هلام قريب من هنا، بتاخده وتوري له مكان الهلام. وساعتها الواد بيقرر يختبر قوتها، بيقول لها وانت تقدري تخلصي عليه؟ قالت له ايوه. قال لها طب يلا وريني. وقتها البنت بتستخدم قوتها وبتطلع برق شديد وبتنسف الهلام في ثواني. الواد حرفيا كان مبهور من قوتها، ولكنها بتقول له بصراحه كده انا جعانه. كايتو بياكلها نواه الهلام السحريه والبنت بترجع لها قوتها من تاني. ساعتها الواد بيفكر مع نفسه وبيقول لو هي هتاكل نواه كل هلام هتقتله يبقى انا مش هستفاد اي حاجه والحصيله بتاعتي هتبقى صفر. بيقرر ساعتها ان هو يخليها تقول له على مكان الهلام وهو يخلص عليه، وبكده هو هيقدر يجمع انواع سحريه اكتر. وفعلا الواد بيعمل كده وبيجمع انواع كتير، وكمان مستواه بيرتفع وبيحصل على لقب كمان، واللقب ده هو قاتل الهلام. اي نعم هو لقب كحيان بس احسن من ما فيش يعني. المهم كايتو بيرجع البنت للبطاقه وبيروح يبيع النواه السحريه. الموظفه كانت مصدومه من الكميه الكبيره اللي جمعها، وده لانه اول مره يعمل كده. بعدها بقى الواد بيرجع للبيت وبيقول لنفسه بما انه هو معاه خادمه قويه فالمفروض ينزل للدور الثاني. الواد بصراحه كان خايف في الاول ولكنه بيفتكر الشخص اللي هو عاوز يبقى زيه، وساعتها بيقرر ينزل لهناك. وفي اليوم اللي بعده بينزل فعلا للدور الثاني من الدماس، وكان مرعوب جدا. سيلفي بتقول له هو انت خايف ليه؟ الواد بقى بيحاول يبين ان هو مش خايف، ولكن ده حرفيا كان هيعملها على نفسه. سيلفي بتمسك ايديه وبتحاول تهديه علشان ما يخافش. الواد فعلا هدى وشكرها، ووقتها البنت بتقدر تحدد مكان عفريت موجود قريب منهم. بتقول لكايتو يلا بينا. بتبص جنبها كده ولكنها بتلاقي الواد فلسع من المكان بسرعه. بيقول لها انا افتكرت دلوقتي في حاجه لازم اعملها، ولكنه ساعتها بيفتكر حلمه وانه عاوز يبقى افضل مستكشف للدماس. بيجمع عزيمته وبيرجع للبنت من تاني وبيمسك السيف الخشب بتاعه وبيقول لها يلا بينا. بعدها بيروحوا هما الاثنين عند العفريت واللي كان نايم في الوقت ده. الواد بقى كان خايف منه بيقول لسيلفي هو انت هتقدري تخلصي عليه؟ قالت له ايوه. سيب الموضوع ده عليا انا. بتروح عنده وكانت خلاص هتستخدم قوه البرق الفتاكه بتاعتها، ولكن كايتو بيوقفها بيقول لها سيبيهولي انا، ولكن بيدخلي في حاله ان انا كنت في خطر ولا حاجه. البنت بتقول له تمام، والواد بينطلق على العفريت وبيهجم عليه، ولكن الضربه مش بتيجي فيه للاسف. وساعتها العفريت بيحاول يضربه، ولكن كايتو بيتصدره بالدرع بتاعه وبيفضل يزقه فيه بكل قوته، وفعلا بيقدر يوقعه على الارض. بينطلق عليه بعدها بقى وبيضربه بالسيف الخشبي بتاعه، ولكن الوحش بيصد هجومه وبيطير السيف منه. بينقض عليه وكان خلاص هيقتله، بس الواد بيرش عليه المبيد الحشري وبيعميه
مؤقتا، وبعدها بينطلق عليه بكل ما اوتيه من قوه، ولكنه بيتكعبل وبيقدر يقتله بالصدفه. الواد طبعا ما كانش مصدق اللي حصل، والبنت بتهنيه على اللي عمله، وبعدها مستواه بيرتفع وبياخد كمان لقب قاتل العفاريت المؤقت، واللقب ده مؤقت يا صديقي لانه قتل العفريت بالصدفه زي ما شفنا كلنا. الواد بيقول بقى انا قتلت 1000 هلام ومع ذلك المستوى بتاعي ما اتغيرش، ولكن لما قتلت عفريت واحد مستواه ارتفع. ده ايه الحلاوه ديت؟ المهم بعدها بيكملوا جوه الدماس وبيقدروا يقتلوا عفريت تاني، وبعدها كايتو بيقول لسيلفي هو انت تعرفي حاجه عن الدماس؟ فقالت له لا، كل اللي اعرفه هو اني احميكوا بس. قال لها خلاص بما انك ما تعرفيش حاجه عن الدماس يبقى خلينا نكتشفه سوا. البنت بتفرح وبتقول له تمام، وكانت في قمه السعاده. بعدها بيواجهوا عفريت ثالث، وكايتو بيتصدى له بالدرع اللي معاه، بيطلب من البنت انها تستخدم قوتها وتخلص عليه، وفعلا البنت بتستخدم قوه البر الاسطوريه بتاعتها وبتقتله. بعدها كايتو بيضطر يديلها نواه العفريت اللي قتلته علشان تستعيد قوتها من تاني. الواد بعدها بقى بيروح للموظفه وكان معاه 4 انواع سحريه، والموظفه حرفيا كانت مصدومه لانه اول مره يدخل المستوى الثاني وقتل 4 عفاريت مره واحده. قال لها ست الكل ما تتصدميش، ده كان مجرد حظ مش اكتر. وبعدها الواد بيرجع للبيت وبيفضل نايم طول اليوم، وفي الصباح بيروح للمدرسه وكان عمال يتطوح يمين وشمال زي السكران. البنت بتقول له هو انت مالك تعبان ولا فيك حاجه؟ الواد برضه بيحاور عليها وبيقول لها ان هو كان بيتدرب علشان يعني يعمل فورمه، وطبعا هو بيكذب عليها علشان مش عايزه تعرف ان هو بيروح للدماس. المهم بيروحوا للمدرسه والواد بيقول لصاحبه ان هو قدر يقتل العفريت في المستوى الثاني. العيال طبعا ما كانوش مصدقين ان هو قدر يعمل كده فعلا. كايتو بقى بيقول لهم ان الموضوع ده اكسبه ثقه اكتر في نفسه والدنيا اخر حلاوه. بعدها الواد بيروح لديماس من تاني وبيفضل يقتل في العفاريت وبيستمر على الوضع ده يوم ورا التاني لحد لما بيرتفع مستواه وبيوصل للمستوى العاشر. الواد طبعا كان فرحان جدا بكده وبيمسك ايد البنت وبيقول لها انا فرحان جدا اني شغال معاكي. البنت هي كمان بتفرح جدا من كلامه وبتقول له انا كمان فرحانه بكده. وساعتها بيجي لهم هيكل عظمي والبنت بتفعل الحاجز علشان تحمي كايتو. كايتو هو كمان بيضربه بالعصايه اللي معاه ولكنه على عكس المتوقع بيصد الضربه. ساعتها الواد بيطلب من سيلفي انها تستخدم ضربات البرق بتاعتها والبنت بتستخدم الضربه بتاعتها فعلا وبتخلص على الهيكل العظمي بكل سهوله. كايتو بقى بياخد النواه بتاعته اللي كان لونها احمر ومختلف عن النواه العاديه. البنت طبعا كانت جعانه وعلشان كده الواد بياكلها النواه النادره ديت. ساعتها البنت بتلاقي طعمها احلى من النواه العاديه وبتكون فرحانه بيها. المهم بعدها الواد بيروح يسال الموظفه عن النواه السحريه الحمراء، فبتقول له انها نادره وسعرها بيوصل لحوالي 2,000,000 ين. الواد كان مصدوم وندم ان هو اكل النواه السحريه لسيلفي. بعدها بيرجع للبيت وبيقول مش مهم، كده كده سيلفي بتساعدني وهي تستحق المكافاه ديت. بيفكر كمان ان هو ينزل للمستوى الثالث ولكنه كان خايف جدا، وده لان الوحوش في المستوى الثالث بتكون في مجموعات. وهو في اليوم اللي بعده بيروح لديماس وبيقول لسيلفي انا قاتل لوحدي الفتره ديت. البنت بتقول له ليه يا عم، هو انا قصرت معاك في حاجه؟ قال لها لا، ولكن انا عايز اعتمد على نفسي علشان اقدر انزل للمستوى الثالث، وعلى المعدل ده فانا مش هقدر اعمل كده لاني بعتمد عليكي بشكل كبير. وبيعرفها كمان ان هو بيعتبرها زي اخته صغيره وبيدلعها كمان. البنت بتفرح جدا بكده وبتقول له خلاص يا عم تمام. ساعتها بيظهر لهم عفريت وكايتو بيقرر يتصرف معاه لوحده، ويا ريته ما عمل كده. الواد اتدشمل حرفيا وصرف فلوس كتيره علشان يعالج نفسه، وعلشان كده بيضطر يرجع يقتل السلايم من تاني، وده علشان يجمع انواع سحريه وياكل سيلفي منها في المستوى الثالث. وفعلا بيعمل كده وبيقدر يجمع انواع سحريه كتيره، ودلوقتي هو يقدر يدخل المستوى الثالث. بس فجاه البنت بتحس بهلام فضي موجود قريب منهم. كايتو بيروح يهجم عليه ولكنه بيفلت منه، وساعتها البنت بتخلص عليه ضربه البرق، والواد بيلاقي بطاقه نادره زي المره اللي فاتت ولكن المره دي كانت لشيطانه. الواد بقى كان متردد في الاول يستدعيها ولا لا، ولكنه في الاخر بيقرر يستدعيها، وساعتها بتظهر طاقه ناريه اسطوريه ومعاها الشيطانه. بعدها الشيطانه بتختفي والواد عرف انها بنت صغيره زي سيلفي كده، وفعلا زي ما توقع الشيطانه طلعت بنت صغيره برضه. وكايتو بيسالها عن اسمها، فالبنت بتقول له انا اسمي لوسيريا. ايوه هي دي الشيطانه اللي في البطاقه الفضيه. وطبعا كايتو اماله بتخيب للمره الثانيه لما بيشوفها، وده لانه كان فاكرها هتكون بنت كبيره فاتنه الجمال. المهم البنت بتفضل تشتم فيه وبتقول له انه واحد عيل غبي ما فيش منه اي لازمه. سيلفي قالت لها ما ينفعش تكلمي سيدك بالشكل ده. المهم بعدها كايتو بيعرفها على سيلفي، والبنت بتعرف انها محاربه من نوع الفالكيري. بعدها بيطلع ما عندهاش دم وبتقول له انا جعانه. قال لها طيب يا ست البنات هو انت عملتي حاجه علشان تجوعي؟ ساعتها سيلفي بتحس بهلام قريب منهم، ولوسيريا بتقول لهم سيبوا لي انا. بتستدعي السلاح بتاعها وتضرب ضربه ناريه اسطوريه بتفرتك امه. يا نهار ابيض، ده شكل البنت ديت قوتها مش عاديه. المهم كايتو بياخد النواه السحريه وبيديها للبنت، والبنت تطلب منه واحده ثانيه. قام الواد قال لها انت بتهزري يا ست انت، البنت ديت مفجوعه حرفيا. الواد بيعرف بقى ان عندها مهاره ثانيه غير اللي استخدمتها دلوقتي وبيطلب منها تستخدمها. البنت ما كانتش موافقه في الاول، ولكن كايتو بيقول لها لو استخدمتيها هدي لك نواه سحريه ثانيه. ساعتها البنت بتوافق وبتستخدم المهاره بتاعتها على احد العفاريت، والمفاجاه ان المهاره ديت قويه بصوره مش طبيعيه لانها بتدوب العفريت وبتخليه يتبخر في ثواني. ده ايه القوه ديت؟ كايتو بقى كان مصدوم من قوتها، والبنت سيلفي كانت مصدومه هي كمان. المهم بعدها الواد بياكلها نواه العفريت، والبنت بتلاقي طعمها احسن من نواه السلايم. ساعتها البنت عرفت ان كل لما الوحش بيكون اقوى طعم النواه بتاعته بتبقى احلى. البنت بقى كانت عايزه تنزل للطابق الثالث بسرعه علشان في وحوش اقوى وطعمهم هيبقى احلى، ولكن كايتو بيمنعها. بيقول لها ان الطابق الثالث الوحوش فيه بتهجم في جماعات، وعلشان كده هو محتاج يجيب شويه اسلحه ويظبط الدنيا، وكمان انت لسه تعبانه. وفعلا بيقرر ان هو يروح دلوقتي ويبقى يجي بكره وينزلوا للطابق الثالث. وفي اليوم اللي بعده كايتو بيجي للدماس وبيدخلوا الطابق الثالث، وكايتو كان اشترى سلاح جديد بسعر غالي مخصوص علشان اليوم ده. على طول بيقابلوا ساعتها الوحشين دول، وكايتو بيحاول يصوب عليهم ولكنه احول يا صديقي. الوحوش بتاخد بالها منهم وبيهجموا عليهم، ولكن لوسيريا بتخلص عليهم بهجوم ناري فتاك. وقتها كايتو بيطير يديلها النواه السحريه بتاعت الوحوش، وكالعاده البنت تطلب نواه ثانيه ولكن الواد مش بيرضى يديلها حاجه. المهم بعدها بتجيلهم مجموعه من الخنازير وبيهجموا عليهم. كايتو بيطلب من لوسيريا تخلص عليهم بقوه النار بتاعتها، والبنت بتعمل كده فعلا، بتقدر تخلص على واحد منهم. الثاني بيهجم على كايتو والواد بينشل عليه بدقه، والمره دي فعلا بيقدر يصيبه في عينه.
الوحش ساعتها بيتعصب وبينقض عليه، ولكن كايتو بيقدر يسيبه من تاني وبيخلص عليه. بعدها المستوى بتاعه بيرتفع وبيوصل للمستوى ال11. بعدين بقى بيرجع للبيت وبيكون محتار يعمل ايه، وده لان الشيطانه بتاكل كل الانواع السحريه اللي بيجمعها. المهم بيرجعوا تاني للدماس وبيفضلوا يقتلوا في الوحوش واحد ورا الثاني. كايتو بياكلهم الانواع السحريه وكالعاده لوسيريا بتطلب تاني. الواد المره دي بيديلها من غير تردد، ولكنه بيلاحظ ان سيلفي متغيره. كايتو بيقول لها وفي حاجه، البنت كانت محرجه كده وشكلها عايزه حاجه، ولكن يعني مكسوفه تقول له. المهم الواد بيرجع للبيت وبيفضل يفكر في موضوع سيلفي. الواد جه في باله انها ممكن تكون بتغير من لوسيريا ولا حاجه، وبيفكر في حجم المصيبه اللي ممكن تحصل له لو حصلت مشكله ما بين الاثنين. بيفضل يفكر طول الليل في الموضوع لدرجه ان هو لما بيقابل صاحبته بتلاحظ ان هو مرهق وما نامش خالص. المهم بعدها الواد بيروح للدماس وبيستدعي سيلفي لوحدها. بيقول لها وانت مش بتحبي لوسيريا مش كده؟ قالت له لا انا مش بكرهها، ده حتى هي لطيفه وطيبه معايا. قال لها امال ايه اللي مزعلك؟ انت مهمه بالنسبه لي ولو في حاجه مضايقاكي فلازم تعرفيني بيها. قالت له بصراحه كده انت لطيف مع لوسيريا ولما بتطلب منك انواع سحريه بتديلها على طول، وانا بكون مكسوف اطلب منك على الرغم من اني بكون جعانه. ساعتها الواد فهم كل حاجه وعرف انها بتغير من لوسيريا. قال لها خلاص ما تزعليش، من هنا ورايح انا هعملكم انتم الاثنين زي بعض بالظبط. وبعدها سيلفي بتخلص على الخنزير ده بقوه البرق بتاعتها وبيرتفع مستواها وبتوصل للمستوى الثاني. المهم بعدها بيواجهوا الكلاب الناريه ديت، وسيلفي بتستخدم قوتها الجديده، ايوه بتهجم عليهم بضربه البرق وبتخلص على 3 مره واحده. ده ايه الحلاوه ديت؟ المهم الخنزير ده كمان بيهجم عليهم وسيلفي بتفعل الحاجز السحري. لوسيريا بقى كانت عايزه تقتله، ولكن كايتو بيخلص عليه بالسلاح بتاعه. بعدها الواد بيدي النواه السحريه لسيلفي ومش بيدي لوسيريا اي حاجه، وده لانها ما عملتش اي حاجه النهارده. ولكن على عكس المتوقع سيلفي بتطلب منه نواه ثانيه، وده لانها لسه جعانه. المهم الواد بيروح يبيع الانواع السحريه والموظفه بتلاحظ ان هو ما بقاش يجيب كتير الفتره ديت، وطبعا كل ده بسبب ان هو بياكل البنتين كل الانواع اللي بيجمعها وما بيتفضلش معاه كتير. ساعتها الواد قال لها معلش اصلا انا كنت تعبان شويه واوعدك اني هجمع كتير الفتره اللي جايه. بعدها الواد بيضطر ينزل الدور الاول من تاني ويقتل السلايم، وده علشان يجمع انواع سحريه كتير وياكل منها سيلفي ولوسيريا. وهم في الدماس بقى بيلاقي سلايم من النوع النادر وبيفرح جدا، بيطلب من سيلفي ولوسيريا انهم يخلصوا عليه، والبنات فعلا بيعملوا كده وبيخلصوا عليه بضربه مزدوجه. كايتو بيروح يشوف المره دي هياخد ايه من السلايم، وساعتها بيلاقي كره سحريه. الواد بيفرح وعلى طول بيكسرها، وده علشان ياخد المهاره السحريه اللي فيها. وفعلا الواد بيحصل على مهاره مائيه وبيقرر يجربها على الكلب ده. بيطلب من سيلفي تعمل الحاجز وبيقول للوسيريا تجهز نفسها علشان لو حصل حاجه. سيلفي بتفعل الحاجز فعلا والواد بيهجم على الكلب بهجمه مائيه، ولكن للاسف الهجمه كانت ضعيفه وما اثرتش في الوحش نهائي. الوحش ساعتها بيهجم عليهم ولكن لوسيريا بتخلص عليه. بس كايتو بقى كان زعلان صديقي، وده علشان مهارته طلعت ضعيفه وملهاش لازمه. ولكن احب اقول لك اتقل على نفسك شويه لان المهاره ديت هتبقى فوق العظمه. المهم خلينا نكمل دلوقتي. ساعتها سيلفي بتقول له ما تزعلش انت بس محتاج شويه تدريب وهتبقى اقوى. بعدها الواد بيكون راجع للبيت وفي الطريق بيقابل البنت صاحبته وبيروح معاها. وفي اليوم اللي بعده بيروح للدماس وبيفضل يتدرب على مهارته الجديده، وفعلا بيقدر ان هو يتحكم فيها بشكل كويس، ولكنه بيكون تعبان جدا من التدريب. بيروح للبيت ومن كتر التعب الواد ما فيش ثواني وكان خلاص نام. وساعتها بيغوص في ذكرياته وهو طفل صغير وبيفتكر البطل اللي هو عاوز يبقى زيه. بيصحى من النوم وساعتها بيقرر ان هو يفضل يتدرب وما يستسلمش ابدا. وفعلا بيروح للدماس وبيفضل يتدرب على المهاره بتاعته وبيتقنها بشكل افضل، ولكن التدريب على المهاره ديت بياخد منه مجهود كبير للاسف. المهم الواد بيكمل تدريبه والمره دي بيقدر يغير شكل الكوره لمربع ومثلث كمان. ده ايه الحلاوه ديت؟ لكنه ما بيقدرش يستحمل كل التدريب ده وبيغمى عليه. وفي اليوم اللي بعده الواد كان نايم في الفصل بسبب ان هو تعبان من كتر التدريب، واصحابه بيسالوه عن السبب اللي بيخليه نايم طول الوقت في المدرسه. الواد بيقول لهم ان هو بيتدرب على مهاره جديده وقريب هيقدر يتقنها. بعدها بقى كايتو بيروح لديماس وبيستعمل مهارته الجديده على العفريت ده، وفعلا بيخلي العفريت مش عارف يتنفس، وبسبب كده العفريت بيموت. وساعتها كايتو بيلاحظ ان مستواه مش بيرتفع الفتره ديت، وده لانه بقاله فتره في الدور الثالث وعلشان كده مستواه زي ما هو. وقتها الواد بقى بيقرر ينزل الدور الرابع علشان يعلي من مستواه، ولكن قبلها بيشتري البدله اللي كان بيحلم بيها من زمان. والفايده بتاعت البدله ديت هي انه لو اترمى عليه سهم مثلا فهي هتحميه من السهم ده، على عكس ان هو لو اتصاب بسهم من غير البدله فوقتها اكيد هيموت. الواد بقى كان شغال يتقنعر بالبدله قدام البنات، وقامت لوسيريا خدت سيلفي ومشت من عنده. بعدها بيوصلوا للدور الرابع وسيلفي بتقول له انها حاسه ان في حاجه خطيره هناك، ووقتها بيطلع لهم الوحش ده واللي كان عباره عن صرصار عملاق. البنات بيخافوا منه علشان كده بيخلصوا عليه وعلى كل الوحوش في الطابق الرابع. ساعتها سيلفي بتقول لكايتو خرجنا منها ابوس رجلك. قال لها يا ستي ما تقلقيش، كده كده انتم خلصتوا على كل الوحوش في الطابق ده. وبفضل كده قدر كايتو يجمع مجموعه كبيره من الانواع السحريه، والبنات ما كانوش عاوزين ياكلوها لانهم قرفانين منها، بس بسبب الجوع بيضطروا انهم ياكلوها. بعدها بينزلوا للدور الخامس وهناك بيقابلوا وحوش غريبه، وكايتو بيحاول يخلص عليهم بالسلاح بتاعه ولكن السهم مش بيأثر فيهم، ووقتها الوحوش بيهجموا عليه. بس سيلفي بتفعل الحاجز وبتحميه، وكايتو بيطلب من سيلفي انها تخلص عليهم. البنت فعلا بتعمل كده وبتمحيهم في ثانيه، والواد كان عاوز ياكلها من انويه الحشرات ولكن البنت مش بترضى. بعدها بيكملوا طريقهم في الدماس، وساعتها سيلفي بتحس بحاجه غريبه، بتقول لكايتو انها حاسه بمانا موجوده هنا. كايتو بيسال لوسيريا هو انت حاسه بحاجه؟ قالت له لا انا مش بحس باي حاجه. ساعتها سيلفي بتقول له سيب لنا الموضوع ده. بتستخدم قوه البرق بتاعتها وبتكسر الجدار،
بيكبر. وفي الوقت ده بيلاقوا ديماس مخفي موجود وراه. بيدخلوا لجوه وكايتو بيقول لهم خدوا بالكم لان ممكن يكون في فخاخ هنا. لسه ما خلصش كلامه والبنت لوسيريا بتدوس على احد الفخاخ بالغلط. البنت كانت هتتصاب بالسهم ده ولكن كايتو بيتدخل وبيحميها. بعدها بيكملوا طريقهم والبنت زي الحماره بتدوس على فخ مره ثانيه. الواد بيحاول ينقذها للمره الثانيه ولكنه بيقع هو كمان في فخ وبيتكهرب. بس الواد ما بيحصلوش حاجه وبيكملوا في طريقهم بعدها لحد لما بيوصلوا عند باب عملاق وكايتو بيحاول يفتحه ولكنه مش بيقدر. الواد كان عاوز يرجع ولكن سيفي بتستخدم قوه البرق بتاعتها وبتقدر تكسر الباب. بيدخلوا لجوه وهناك بيلاقوا غول ضخم وسلايم عملاق. وساعتها كايتو بيطلب من البنات يخلصوا عليهم بقوتهم الكبيره. البنات فعلا بيعملوا كده ولكن الوحش مش بيتاثر نهائي. على طول بيروح يهجم عليهم ولكن سيلفي بتفعل الحاجز وبتقدر تحميهم. كايتو بقى بيقول بما ان الهجمات السحريه مش بتاثر فيه فانا هجرب السلاح ده. بيضرب عليه فعلا والسلاح بيأثر فيه ووقتها الواد بيفضل يضرب عليه سهام كتيره ولكن الوحش بيضرب في الحاجز وعايز يكسره. وللاسف السهام اللي مع كايتو خلصت. الواد بيقرر يستخدم التعويذه الجديده وفعلا بيستخدمها وبفضل السوار اللي بيزود من قوه التعويذه الميه بتتحول لجليد وبيضرب على الوحش وفعلا الوحش بيتاثر بهجماته. ساعتها الواد بيغير شكل التعويذه وبيخليها شبه سهم وبيهجم على الوحش بيها. فعلا بيقدر يخلص عليه ودلوقتي ما تبقاش غير السلايم ده ولوسيريا بتهجم عليه. بس الوحش بيصد هجومها وكان هيصيبها لولا ان كايتو اتدخل وحماها في اخر لحظه. بيطلب من سيلفي بقى انها تستخدم قوتها الجديده وفعلا البنت بتعمل كده. بتستدعي الرمح الفتاك ده وبضربه واحده بتفرتك الوحش تماما ولكن الوحش كان لسه ما ماتش وعلشان كده كايتو بيهجم عليه بالمبيد الحشري. سيلفي بقى هي كمان بتفعل الحاجز وكايتو بيرش عليه واخيرا الوحش بيموت. بعدها كايتو بيلاقي حجر لونه احمر وشكله كده من النوع النادر وكمان بيلاقي سكينه سحريه. الواد بيفرح جدا وبيروح علشان يبيعه والموظفه بتقول له ايه رايك تشارك في الحدث اللي جاي. والحدث ده المستكشفين بيعملوا فرق مع بعض علشان يستكشفوا الطابق السابع. الواد قال لها ايوه انا عايز اشارك في الحدث ده. وبعدها بيروح للحدث وبيقابل الفريق اللي هينضم ليه. وتعالوا كده نتعرف على البنات دول. البنت اللي في النص ديت اسمها ايري اما البنت اللي على اليمين فاسمها ميكو والبنت العسلي اللي على الشمال اسمها هيكارين. المهم بعدها بيمسكوا ايد بعض وبينتقلوا للطابق السابع ببوابه الانتقال الاني. وقبل ما يدخلوا كايتو بيروح للمحل ده وبيشتري الحاجات اللي ناقصاه وبيستغرب ان البنات ما اشتروش اي حاجه. بيقول لهم هو انتم مش هتشتروا حاجه ولا ايه؟ فقالوا له احنا معانا شنط سحريه ومش محتاجين لاي حاجه. بعدها بنعرف ان ايري في المستوى ال 18 وهيكاري والبنت الثانيه في المستوى ال 15 لكن على الرغم من ان هيكاري في المستوى ال 15 الا ان عندها نقاط مانا كتيره جدا. ولكن بقى هم قاعدين بيتكلموا بيظهر لهم الوحش الصخري ده. البنت ايري بتنطلق عليه وبتفضل تهجم عليه بهجمات قويه وفي الاخر بتقدر تخلص عليه بكل سهوله. كايتو بقى كان مظلوم من قوتها ولسه البنت ما خدتش نفسها. بتلاقي وحش تاني داخل عليهم. ايري بتطلب من هيكارين تستخدم قوتها وفعلا البنت بتعمل كده وبتقدر تثبت الوحش في مكانه. ميكو هي كمان بتستدعي الوحش بتاعها واللي كان عباره عن قطه وبتفضل تهجم على الوحش بهجمات سريعه ومتتاليه. ساعتها هيكارين بتستغل الفرصه وبتضرب على الوحش ضربه ناريه بتسيحه تماما. ايري هي كمان بتنقض عليه وبتقدر تخلص عليه. وطبعا صاحبنا كايتو كان منبهر من قوتهم الكبيره وعملهم الجماعي المتقن ولكن لسه الموضوع ما انتهاش. بيظهر لهم وحش تاني وشكله قوي جدا والبنت ايري بتهجم عليه بكل قوتها بس الوحش ده صلب جدا وهيكارين بتهجم عليه ضربه اللهب ميكو بالقطه بتاعتها ولكن القطه بتتصاب وميكو بتزعل عليها. ساعتها كايتو قال مفيش حل دلوقتي غير ان استدعي سيلفي ولوسيريا. كان لسه هيطلع البضاعات بتاعتهم ولكن وقتها السكينه السحريه بتقع من الشنطه بتاعته. الواد بياخدها وبيقرر يجربها على الوحش ده وبيطلب من هيكارين تثبت الوحش بقوتها. اما ايري فبيطلب منها تشتته علشان يعرف يغفله وفعلا البنات بيعملوا كده. كايتو بيغفله من وراه وبوم بيقدر يخلص عليه. البنات طبعا بينبهروا من قوته وبيقولوا له ده انت طلعت جامد اهو يا عم امال مالك في ايه. بعدها بقى بيروحوا يقعدوا مع بعض ويشربوا الشاي وساعتها ايري بتطلب من كايتو ان هو ينضم للحزب بتاعهم. الواد قال لها فكر شويه وهبقى اتصل عليك واعرفك. البنات بيقولوا له هو انت مش عاوز تنضم لينا ولا ايه؟ قال لهم لا الموضوع مش كده ولكن انا عايز افكر شويه. فقالوا له خلاص تمام. بعدها الواد بيروح للديماس وبيتكلم مع سيلفي ولوسيريا ولكن البنات كانوا متعصبين بسبب ان هو ما استدعاهمش النهارده. الواد بيحاول ياخد رايهم في فكره ان هو ينضم للحزب ولكن البنات بيرفضوا. بيقولوا له احنا مش محتاجين ننضم لحد وهنقدر نكمل لوحدنا. لوسيريا كمان كانت متضايقه منه بسبب ان هو بيدلع سيلفي ومش بيدلعها هي. وايوه دي غيرة البنات اللي كلنا عارفينها. المهم بعدها كايتو بيقرر يدلعها وبيناديها بلوز بدل من لوسيريا. البنت بتفرح بكده وبتاخد سيلفي وبتمشي. كايتو بقى قال لهم طيب وبخصوص موضوع الحزب ولكن البنات مش بيعبروه. بعدها كايتو بيقابل صاحبته وبتطلب منه انهم يخرجوا سوا والواد بيوافق على طول. واخيرا لا حد يطلع معاه في موعد. صحابه بقى بييجوا يرخموا عليه وبيقولوا له ايوه يا عم انت خلاص كبرت وهتطلع في موعد غرامي اهو. وبعدها كايتو بيروح للبنت وبيطلعوا سوا وبيقضوا وقت جميل مع بعض. نظرات الاعجاب كانت باينه عليهم هما الاثنين يعني من الاخر كده البنت بتحبه وهو كمان بيحبها. المهم البنت بتقول له انها عايزه تروح لمكان معين وبيروحوا فعلا للمكان ده. البنت بتقول له هو الدماس قريب من هنا صح؟ قال لها ايوه. البنت بتقول له كل حزن ابويا وعدني ان احنا هنتعشى سوا ولكن هو من اليوم ده ما رجعش تاني. الواد بيفهم ان البنت قلقانه عليه ولكنه مصر يبقى بطل في يوم من الايام ويخليها فخوره بيه. وبنعرف ساعتها ان ابو البنت ديت هو نفس البطل اللي كايتو كان عايز يكون زيه في يوم من الايام. المهم البنت حست انها نكدت عليه فبتضحك وبتقول له يلا بينا نروح للبيت. وفي اليوم اللي بعده كايتو بيروح للدماس وبيتدرب على مهاره جديده وبيدمج تعويذه الميه مع السكينه السحريه وبيصنع سيف جليدي. بينقض بعدها على الوحش الصخري وبضربه واحده بس منه بيخلص عليه. ساعتها لوسيريا بتقول له انت بتعمل كده علشان تعجب بنت مش كده؟ قال لها انت عرفت منين؟ قالت له مجرد احساس مش اكتر يا سيدي الناس. المهم بعدها البنات بيعرفوا ان الحزب اللي عايز ينضم له فيه 3 بنات فقالوا له واحنا مش عاجبينك ولا ايه؟ لوسيريا بتقول له انت بخيل ومش عايز تدينا انويه سحريه ولكن سيلفي بتقول له انا هدعمك في اي قرار انت عايزه. الواد بيفرح جدا من كلامها واخيرا البنات وافقوا ان هو ينضم للحزب اللي هو عايزه. بعدها البنات بيسالوه عن السبب اللي مخليه عايز ينضم للحزب ده فقال لهم بصراحه انا عايز استفاد منهم واطور من نفسي اكتر. المهم بعدها الواد بيرجع للبيت وبيكون عايز يكلم ايري ولكنه متوتر
متوتر يا صديقي. ساعتها صاحبته اللي بالمناسبه اسمها كاتسو بتتصل عليه. الواد بقى بيسالها عن طريقه يخلص بيها من التوتر، فبتقول له ابويا قال لي زمان حركي خدك بصباعك كده وانت هتتخلصي من التوتر. كايتو بيقول لها تمام وبيقفل المكالمه، وبعدها بيعمل اللي البنت قالت له عليه، بيتخلص فعلا من التوتر وبيرن بعدها على البنت ايري وبيعرفها ان هو قرر ينضم ليهم خلاص. البنت بتقول له تمام وبيتفقوا انهم يتقابلوا في الدماس اخر الاسبوع. بيروحوا فعلا للدماس وكايتو المره دي هو اللي بيدي الاوامر، بيقول لهم انا هتعامل مع الاثنين اللي على اليمين وانتم خدوا اللي على الشمال. وفعلا البنت كارين بتستخدم قوتها وبتثبت الوحوش في مكانه، وكايتو بينطلق على الوحش وبضربه واحده بينهيه. الثاني بيهجم عليه ولكنه بسرعه البرق بيفاداها، بينقض عليه وبيقدر بضربه واحده بس يخلص عليه. القطه كمان بتاعت ميكو بتخلص على الوحش الثالث، وايري بتخلص على الرابع بكل سهوله. بعدها البنات بيفضلوا يمدحوا فيه، والواد كان في نص هدومه صديقي. المهم الواد كان جعان بسبب ان هو ما اكلش من الصبح وبيقرر يروح دلوقتي. بيروح للبيت وفي اليوم اللي بعده بيروح للطابق الثامن في الدماس، وكايتو كان جايب معاه سترة نجاه، وده لان الطابق الثامن عباره عن مستنقعات. البنات بقى بيستغربوا ان هو لابس حاجه زي كده، ولكن الواد بيقول لهم ديت مش سترة عاديه، لا دي كمان مضاده للهجمات السحريه. بعدها بقى بيكملوا ماشي في الطابق الثامن، وكايتو كان متفاجئ ان القطه بتاعت ميكو بتقدر تحدد اماكن الوحوش. المهم بيوصلوا فعلا لمكان الوحش، وساعتها بيطلعوا من البحيره وبيهجم على كايتو، والهجمه ديت قدرت تدوب الستره اللي كان فرحان بيها. الواد يا عيني كان زعلان بسبب كده وكان لسه هيهجم عليه ولكنه بيلاقيه مات. ايوه اللي عمل كده هو البنت ميكو يا جماعه. الواد بقى كان متفاجئ من انها بتعرف تستخدم السلاح اللي اداهولها. المهم بعدها بيقابلوا وحوش كتيره والعيال بيهربوا منها، ولكن في اخطبوط بيمسك كايتو وبيرميه في البحيره. الواد قاعد يصرخ ويقول الحقوني انا بغرق. البنت ايري بتقول له ما تخافش لان الميه اللي انت فيها مش غويطه. ساعتها الواد وشه بيحمر وبقى في نص هدومه. المهم بعدها بيواجهوا الاسماك المفترسه ديت وبيفضلوا يقتلوا فيها، ولكن الاسماك ديت عددها كبير جدا ومش بتخلص. الذخيره اللي مع كايتو كمان بتخلص، وبيقرر يستعمل السيف الجليدي بتاعه. بيفضل يقتل في الاسماك يمين وشمال لحد لما المنه بتاعته بتخلص وبيغمى عليه. بعدها الواد بيفوق وبيلاقي نقاط المانا بتاعته ورجعت من تاني، وده لان البنت ايري كان معاها جرعه بترجع نقاط المانا. ولكن بقى وهم قاعدين في امان الله، القطه بتاعت ميكو بتحس ان في وحش خطير جاي عليهم. العيال بيستعدوا علشان يتصدوا له، والمفاجاه طلع ديناصور يا جماعه. العيال كلهم كانوا مرعوبين، وده لان الديناصورات المفروض ما تكونش موجوده في الطابق ده. بيقرروا يهربوا منه بسرعه، ولكن المدخل بيتسد بسبب الديناصور. دلوقتي ما قدامهمش حل غير انهم يهزموا الديناصور ده. كايتو بيقول لهيكارين تثبته بالقوه بتاعتها، وميكو تهجم عليه بالقطه هي كمان. اما بقى ايري فهتحاول تشتت انتباهه لحد لما كايتو يلف من وراه ويغفله، وفعلا بيبداوا ينفذوا الخطه، وهيكارين بتستخدم قوتها، ولكن للاسف البنت مش بتقدر تثبته لانه ضخم جدا. ساعتها كايتو بيقول لايري تهجم عليه، وهو بيلف من وراه وبيطعنه بالسيف، ولكن للاسف الضربه مش بتاثر فيه والوحش بيهجم عليه. ساعتها ايري بتهجم على الوحش ولكنه بيطيرها وبيرميها في البحيره، والبنت بتحاول تقوم ولكنها مش بتقدر وبيغمى عليها. كايتو بقى بيروح يطمن عليها، وساعتها عرف ان هو ما قدامهوش حل غير انه يستدعي سيلفي ولوسيريا. بيستدعيهم فعلا وبيطلب منهم يخلصوا على الوحش ده، وساعتها البنات بيستخدموا قوتهم المدمره وبيضربوا ضربه مزدوجه فتاكه. الوحش بقى مش بيستحمل كل الطاقه ديت وبيتقتل في لحظتها. بعدها البنات بيتعرفوا على سيلفي ولوسيريا، وكايتو بيعتذر ليهم علشان خبى موضوع سيلفي ولوسيريا عنهم. المهم الكل بيروحوا، وكايتو بيتكلم مع ايري شويه وبتقول له ان في فعاليه الجامعه بتاعتها عاملاها ولازم هو يحضرها، واتضح انها بتدرس في اكاديميه اوكا يا صديقي. بعدها كايتو بقى بيروح للفصل بتاعه وبيطلب من كاتسو انها تيجي معاه. البنت فعلا بتوافق وبيقرروا يروحوا لهناك سوا، وبعدها كايتو بقى بيروح ياخدها من البيت وبينبهر بجمالها يا صديقي. فعلا جمال جمال يعني مفيش كلام. المهم بعدها بيركبوا المترو، وكايتو كان قاعد بعيد عنها بسبب ان هو محرج وكده، فالبنت بتطلب منه يقرب منها شويه، ويا حلاوه هي البنت قلبها بدا يحن ولا ايه. بتقول له شكرا ليك علشان دعيتني اجي معاك للاكاديميه ديت. قال لها يعني لو انا ما كنتش دعيتك ما كنتش هتيجي. قالت له هو الموضوع مش كده، ولكن لما نروح مع بعض اكيد هيكون احسن. قال لها ايوه عندك حق. وبعدها الواد بيبص قدامه وبيلاقي صحابه المتخلفين جايين معاه، وقال لهم هو انتم ايه اللي جابكم هنا؟ هو انتم مش قلتوا انكم مش هتيجوا؟ قالوا له ما تخافش يا عم مش هنزعجك ولا اي حاجه، ده احنا هنطلع عينك. المهم بعدها بيوصلوا لاكاديميه اوكا، ويا لها من مفاجاه. الجامعه حرفيا جميله جدا من ناحيه التصميم والبناء وكل حاجه حرفيا. العيال بينبهروا بجمال الاكاديميه وبيتمنوا انهم يدرسوا فيها بعد ما يخلصوا الثانويه. المهم بيدخلوا لجوه وهم ماشيين، وكاتسو بتقول ان بعد سنتين هنيجي ندرس في الاكاديميه ديت. ساعتها الواد بيسرح بخياله وبيتخيل مشهد رومانسي ليه مع كاتسو، والدنيا اخر حلاوه. المهم بعدها بيروحوا عند ايري، وكايتو بيعرفها على اصحابه وكاتسو. البنت بتقول له هي ديت حبيبتك ولا ايه؟ قال لها لا احنا مجرد صحاب مش اكتر. ساعتها البنت بتفرح لما بتعرف انها مش حبيبته، وشكلها كده حاطه عينيها عليها صديقي. المهم بعدها العيال بياخدوا جوله في المكان وبيكونوا مبسوطين جدا، بيقعدوا شويه في الهوا، وكاتسو بتقول له نبقى نيجي نقعد هنا في الاستراحه. فالواد طبعا بيقول لها ايوه، وبيقول في نفسه انا لازم اشد حيلي علشان اقدر ادخل الاكاديميه مع كاتسو. بعدها ميكو وهيكارين بيدخلوا عليهم، وكايتو بيعرفهم على بعض. ميكو بتقول له هي ديت البنت حبيبتك ولا ايه؟ فقال لها لا ديت صاحبتي وزميلتي في المدرسه. هو في ايه يا جدعان؟ هي كل تيجي تقول له يا ديت حبيبتك؟ ده شكل كل البنات بقت بتحبه ولا انا متهيالي ولا ايه؟ ما علينا. بعدها بقى ايري بتيجي وبتقول لهم ايه رايكم نتغدى سوا على حسابي؟ العيال بتفرح جدا وبيروحوا يتغدوا سوا، وبعد ما بيخلصوا اكل كايتو والبنت ديت بيروحوا يجيبوا العصير، وساعتها صحاب كايتو بيستغلوا الفرصه بيقولوا اي كلام علشان يتكلموا مع البنات يا صديقي. عيال خربانه خربانه مفيش كلام يعني، بس بصراحه معاهم حق، وعقبال ما ربنا يرزقك انت كمان بواحده زيهم يا صديقي. المهم بعدها كايتو بيجيب العصير ودنيا اخر حلاوه، وبعدها بنشوفهم وهم نازلين على السلم، وساعتها البنت
هيكارين كانت هتقع، ولكن كايتو بيتحرك بكل خفه وبيلحقها بطريقه مذهله. ده ايه الحلاوه ديت؟ الولد قلب نينجا فجاه. في الوقت ده بقى في واحد في الملعب بيشوط الكوره بكل قوته، ولكنها بتطير لبعيد وبتروح عندهم. ايري بتحاول تمسكها ولكنها مش بتعرف، والكوره كانت خلاص هتخبط في وش ميكو، ولكن كايتو بيطير في الهواء وبيرزع دبل كيك وبيسجل جول. الله، ده ايه العظمه ديت يا ابني؟ هو اتحول قدام البنات ولا ايه؟ المهم بعدها ايري بتاخدهم لصاله التدريب، وساعتها بنشوف قد ايه هي موهوبه. العيال بيسقفوا لها والبنت بتفرح لما بتبص على كايتو، وبكده نقدر نقول ان البنت وقعت في حبه خلاص. كاتسو بقى بتلاحظ كده وكانت في قمه الحزن. حاسس بيك يا بنت والله. بعدها العيال بيروحوا وايري والبنات بيودعوهم، واصحاب كايتو قدروا يطلعوا بمصلحه من الجوله ديت. ايوه، اخذوا ارقام البنات القمر دوري. وقتها ايري بتشكر كايتو على الوقت الجميل اللي قضوه مع بعض، والواد هو كمان بيشكرها وبيسلموا على بعض. وقتها ميكو وهيكارين كانوا متضايقين لانها مسكت ايده، وكاتسو هي كمان كانت متضايقه ولكنها بتخبي زعلها. بعدها بيركبوا المترو وبيرجعوا للبيت من تاني، وكايتو كان ماشي مع كاتسوراغي في الطريق. ساعتها البنت بتقول له انت بتحب مين فيهم؟ قال لها انا بحب، ولسه كان هيقول لها ان هو بيحبها ولكنه مش بيقدر. البنت وقتها كانت باين عليها الحزن وانها بتغير على كايتو. المهم بعدها البنت بتوصل البيت وبتقول له تصبح على خير وبتمشي. بعدها كايتو بياخد حمام سخن وبيقول هعمل ايه دلوقتي مع سيلفي ولوسيريا؟ اكيد هم متعصبين بسبب اني ما استدعيتهمش النهارده. وفي اليوم اللي بعده الواد بيروح للدماس وبيجمع انواع سحريه علشان يراضي سيلفي ولوسيريا، واللي في الوقت ده كانوا متعصبين جامد بسبب ان هو ما عبرهمش امبارح طول اليوم. قال لهم انا هدي لكل واحده 3 انواع سحريه كتعويض على اللي حصل امبارح. لوسيريا بتقول له 3 بس؟ لا انا عايزه 100 نواه. ساعتها الواد بيشوف سلايم من النوع النادر واقف وراهم وبيطلب منهم يخلصوا عليه، ولكن البنات مش بيعبروه. بس لوسيريا بتخلص عليه وسيلفي بتقول له ها ايه المكافاه بتاعتنا؟ قال لها 10 انواع سحريه لكل واحده فيكم. مرضي يا باشا؟ قالوا له مرضي يا باشا. بعدها كايتو بيروح ياخد المكافاه من السلايم النادر، واللي كانت عباره عن قفازات، ولكن دي مش مجرد قفازات عاديه، دي قفازات العقل. والقفازات ديت بتدي طاقه مخفيه على حسب نقاط المانا بتاعت الشخص اللي لابسها. الواد بقى بيلبسها وبيقرر يجربها على الميه، وساعتها بيلاقي ان في قوه خفيه بتحرك الميه. كايتو بقى بيقول ان القوه ديت ممكن تنفع ضد بشري، ولكن الوحوش ما اظنش انها تنفع. ساعتها بتجيله فكره وهي انه يستخدم القوه ديت مع تعويس الميه بتاعته، وبكده يكون كايتو قدر يتعلم مهاره جديده. المهم بعدها البنت ايري والفريق بتاعها بيوصلوا للمكان، وسيلفي ولوسيريا ما كانوش طايقينهم خالص يا صديقي. بعدها بيدخلوا كلهم للطابق التاسع، وهي ديت المره الاولى ليهم هنا. سيلفي بتقول لكايتو ان في وحش خطير جدا موجود قدامهم، والواد كان عايز يرجع لانهم مش هيقدروا على وحش بالقوه ديت، ولكن لوسيريا بتقول له ما تخافش يا عم، لو الوحش هجم عليك فانا هخلص عليه. المهم العيال بيوصلوا عند الوحش، ولوسيريا اول لما شافته انصدمت، بتقول هو ايه اللي جاب وحش قوي زي ده في الطابق التاسع؟ ساعتها ايري بتفهم انهم لازم ينسحبوا، وكايتو بيقول لها يلا بينا نرجع، ولكن على فين يا حزين؟ الوحش خلاص اخد باله منك ومش هيحلك. سيلفي على طول بتفعل الحاجز السحري بتاعها، وكريم بتثبت الوحش في مكانه، ولوسيريا هي كمان بتهجم عليه بقوتها الناريه، ولكن للاسف ضربتها ضعيفه ومش بتاثر في نهائي. الوحش كمان بيطلع نار من بقه وبيهجم عليهم، وعلى الرغم من ان الحاجز بيحميهم ولكنهم بيحسوا بحراره شديده. ساعتها لوسيريا تهجم عليه بهجومها الثاني، وميكو هي كمان بتهجم عليه، ولكن الوحش مش بيتاثر باي حاجه. وساعتها كايتو بيطلب من لوسيريا تستهدف بطنه، وفعلا البنت بتعمل كده، بس الهجوم ما اثرش فيه كتير، علشان كده بيطلب من سيلفي تستخدم الرمح بتاعها. سيلفي فعلا بتهجم عليه بالرمح، ولوسيريا هي كمان بالنار. الدنيا اخر شرار. الباقي هم كمان بيهجموا عليه، وسيلفي ولوسيريا بيهجموا عليه بهجوم مزدوج. واخيرا وبعد معاناه بيقدروا ان هم يخلصوا عليه. العيال بيفرحوا جدا لانهم قدروا يخلصوا على وحش بالقوه ديت، ولكن ما لحقوش يتهنوا يا عيني، وبيظهر لهم الشيطان ده، وطلع ان هو اللي كان بيتحكم في الوحش اللي هزموه من شويه، وبيهجم عليهم بسحر الظلام، ولكن الحاجز بيحميهم، والشيطان بيطلع السيف بتاعه وبيحاول يكسر الحاجز، ولكنه مش بيعرف. كايتو بقى كان مصدوم من سرعته لانه لما هاجم قبل شويه ما قدرش يشوفه. بعدها الشباب بيغربلوه بهجمات من كل حته، ولكنه مش بيتاثر نهائي. سيلفي ولوسيريا بيهجموا عليه بهجوم مشترك، ولكنه برضه مش بيحصل له حاجه. وقتها الشيطان بينقض على كايتو وكان هيخلص عليه، بس فجاه البنت ايري بتتدخل في اخر لحظه وبتحميه. ساعتها الشيطان بيدي لها ضربه بتلزقها في الجدار، وكايتو بياخد الجرعه السحريه ديت وبيشفي نفسه. بيقول لميكو على خطه، وفعلا البنت بتنفذها. البنت بتشتت انتباه الشيطان، وكايتو من وراه بيطعنه بالسكينه السحريه. فعلا الشيطان اخيرا بيتاثر. الواد بقى كان فرحان ان هو خلاص انتصر عليه، بس هل انت فاكر ان الحكايه بالسهوله ديت؟ لا والله، الشيطان بيستخدم سحر الظلام وبيعالج نفسه من تاني، وفي لمح البصر بيجيب الفريق كله على الارض. سيلفي بتروح تهجم عليه، ولكنه بيصد هجماتها وبيطيرها لبعيد. ساعتها لوسيريا بتقول لكايتو اهرب انت من هنا بسرعه، سيبني انا اتعامل معاه. بس للاسف البنت مش بتقدر عليه، والشيطان بيرميها على كايتو هي كمان. دلوقتي ما قدامهمش غير حل واحد بس، ايوه، هو ان لوسيريا تمتص المانا من كايتو وتظهر قوتها الحقيقيه. البنت بتقول له مش هينفع اعمل كده لان ده خطير عليك وممكن ان انت تموت. قال لها انا بثق فيك يا لوسيريا وما تقلقيش انا مش هموت. فعلا البنت تسمع كلامه وبتفعل المهاره ديت وبترجع لحجمها الحقيقي. اي نعم هي دلوقتي مش بنفس قوتها الحقيقيه، ولكن ده يفي بالغرض. الشيطان بيهجم عليها بسحر الظلام، بس البنت مش بتتاثر. بتقول له شيطان زيك من رتبه منخفضه هجماته مش هتاثر فيا. البنت بتديله ضربه سحريه قويه بتنسفه من المكان حرفيا. بعدها كايتو بيروح يشوف الغنائم اللي حصلوا عليها، وبيلاقي نواه خضراء كبيره الحجم. بيلاقي كمان بطاقه الشيطان اللي هزموه، واللي بالمناسبه اسمه بيليا. بيفكر يستدعيه ولا يبيعه، ولكن لوسيريا بتقول له يبيعه بدون تردد. ساعتها الواد بيقرر يستدعيه، وطبعا زي المره اللي فاتت يا صديقي الشيطان برضه كان عباره عن طفل صغير، والواد بيفضل يندب ويقول يا ريتني بعته. المهم بعدها العيال بيروحوا للموظفه علشان يبيعوا نواه الوحش اللي قتلوه، وساعتها الموظفه بتتصدم لانهم قدروا يخلصوا على وحش بالقوه ديت. بتقول لهم ان النواه بتاعته سعرها 24 مليون. الواد حرفيا كان مصدوم من الرقم، وبيطلب من الموظفه تقسمه عليهم بالتساوي. وفي اليوم اللي بعده بقى كايتو بيروح للدماس وبيستدعي الشيطان بيليا. بيقول له عاوزك توريني المهارات اللي عندك يا بيليا. قال له من عينيا يا سيدي
الناس، ولكن عندي طلب صغير حبتين. بصراحه كده انا عايز سلاح لاني من النوع الفارس وهحتاج سلاح علشان اعرف اقاتل. ساعتها كايتو بيديله السلاح ده، ولكن الشيطان بيقول له ان هو عايز سيف. كايتو بيقول له خد السلاح ده مؤقتا لحد لما اجيب لك السيف اللي انت عايزه. وفعلا الشيطان بياخد السلاح وبيهجم على العفريت وبيخلص عليه بكل سهوله. كايتو طبعا بينبهر من قوته، ولكن لوسيريا بتقول له انت مجرد شيطان ضعيف وتحركاتك بطيئه جدا. قال لها ان تحركاتي بطيئه بسبب اني لسه في المستوى الاول، ولما على اكيد هتزيد. المهم بيليا بيترجاه علشان يخليه معاهم في الفريق، وفعلا كايتو بيوافق. بعدها الشباب بيقرروا يجربوا قوتهم بعد ما مستوى ارتفع. ونبدا بالاول، البنت كارينو اللي بتستخدم قوتها السحريه وبتجمد الوحش في ثانيه، وعلى طول البنت ايري بتنقض عليه بسرعه البرق وبضربه واحده بتخلص عليه. ده العظمه ديت يا جدعان، شكل العيال دول هيبقوا اقوياء جدا في المستقبل. المهم بعدها بيجي الدور على البنت ديت، واللي بتقدر تخلص على 3 وحوش مره واحده. بعدها بيلاقوا مجموعه من العفاريت داخله عليهم، وسيلفي بتستخدم قوتها الجديده وهي عباره عن اغنيه اسمها الفالكيري، ودي بتخليهم يظهروا قوتهم الحقيقيه. وفعلا البنت بتبدا تغني، وساعتها بيشوف العفاريت عماله تتحرك ببطء، بيقدر يخلص عليهم بكل سهوله. وكذلك نفس الموضوع عند سيلفي، ولكن اخيرا الشيطان الجديد كان قاعد بيسمع صوت سيلفي الجميل وما ركزش في القتال. المهم كايتو بعدها بيديله السيف اللي كان عايزه، والواد بيشكره جدا على الهديه الثمينه ديت. بيقول له شوف بنفسك انا هعمل ايه في العفاريت دلوقتي. بينقض على العفاريت وبيخلص عليهم واحد ورا الثاني بكل سهوله، وبطل يد والله. ايوه هو ده الكلام ولا بلاش. كايتو بقى اول لما بيشوف مهاراته في استخدام السيف بيطلب منه يدربه، فبيلي قال له لو عايز تبدا دلوقتي فانا معاك. كايتو قال له للاسف مش هينفع دلوقتي لان عايز ارجع البيت بدري النهارده علشان معايا مذاكره. وفي اليوم اللي بعده العيال بيروحوا البيت ايري علشان يذاكروا معاها. بيدخلوا لهناك فعلا وبيقابلوا ايري وبيسلموا عليها. بعدها البنت بتفضل تذاكر لهم الحاجات اللي هم مش فاهمينها. وفي اليوم اللي بعده بيروح للدماس، وكالعاده سيلفي ولوسيريا كانوا متعصبين، ولكن كايتو كان عامل حسابه ومجهز لهم انواع سحريه علشان يصالحهم بيها. بعدها بيكملوا مشي جوه الدماس لحد لما بيقابلوا وحوش خطيره. كايتو بيطلب من سيلفي تستخدم اغنيه الفالكيري، وفعلا البنت بتستخدمها. باقي العيال هم كمان بيستخدموا قدراتهم، والدنيا بتقلب مدعكه. وفي الاخر بيقدروا يخلصوا على وحوش الطابق التاسع بكل سهوله. بعدها بيكملوا طريقهم، ولكن فجاه البنت هيكارين بتحس بنغزه في قلبها، بتقع على الارض، كمان بتنزف دم من بقها. محدش عارف ايه اللي بيحصل معاها. بعدين بيتم نقلها للمستشفى وحالتها بتستقر. كايتو بقى وايري بيقولوا لميكو يلا بينا نمشي من هنا، خلاص هي هتبقى كويسه. البنت قالت لهم لا انا مش ماشيه من هنا، انا هفضل جنبها. كايتو قال لها هي اخذت جرعه دواء كويس وهتشفيها، ملهاش لازمه يعني الوقفه هنا. البنت بتقول له الجرعه اللي زي ديت ما تقدرش تشفي مرض هيكارين. مرض؟ هي هيكارين عندها مرض خطير ولا ايه؟ شكل كده فعلا يا صديقي. المهم والبنت وامها بيجوا علشان يطمنوا على بنتهم، وميكو بتقول لهم انا اسفه اني خليت كل ده حصل من تاني. ابوها قال لها لا ما تعتذريش، بل بالعكس شكرا ليكي وشكرا لكم كلكم لانكم خليتم هيكارين مبسوطه معاكم. وقتها البنت ميكو ما بتقدرش تستحمل وبتطلع تجري من المكان، وكايتو وايري بيستاذنوا من ابوها وبيروحوا يدوروا عليها. في الوقت ده البنت كانت قاعده مع نفسها وبتفتكر كل اللحظات الحلوه اللي قضتها مع هيكارين. بتفتكر لما كانوا بيلعبوا سوا وانها كانت دايما بتبتسم. بتفتكر كمان اليوم اللي هيكارين وقعت فيه فجاه على الارض وتم نقلها للمستشفى. وفي الوقت ده ابوها وامها بيجوا وبيعرفوا ميكو على المرض بتاعها. نرجع بقى للحاضر، وكايتو بيقول لميكو يعني انت كنت عارفه بمرض هيكارين من الاول؟ طب ليه خبيتي عننا حاجه زي ديت؟ طب هو ايه المرض اللي عندها من الاساس؟ وقتها ابوها بيجي وبيقول لهم على كل حاجه. بيقول لهم ان المرض اللي عندها بيسبب فشل كامل في اعضاء الجسم بمرور الوقت. ايري بتقول له بس هي ما كانش باين عليها انها تعبانه. ساعتها ميكو بتقول لها ان ده بسبب الدواء اللي هي بتاخده، وكمان بسبب ان مستوانا بيرتفع في الدماغ، فهي محافظه على لياقتها البدنيه. ابوها ساعتها بينصدم وبيقول لهم هي كانت بتقول انكم بتقضوا وقت حلو في الحديقه. ميكو بقى تعتذر له لانها خلتها تعمل حاجه خطيره زي ديت، وقال لها انت مش مضطره تعتذري كل مره، انا فرحان لان هيكارين عندها صديقه وفيه زيك، بس بما انها كانت تعبانه فايه اللي خلاها تدخل الدماس يا صديقي؟ علشان نعرف ايه السبب تعالى بينا نرجع فلاش باك لورا، وتحديدا لما كانت ميكو بتقلب في التليفون. ساعتها بتشوف خبر بالصدفه عن اكسير الحياه، واكسير الحياه ده صديقي عنده القدره على شفاء اي مرض ايا كان، ولكن الاكسير ده مش موجود غير في الدماس. وعلشان كده البنت بتقرر تدخل الدماس وتدور عليه علشان تعالج صاحبتها. هيكارين كانت عايزه تروح للدماس معاها، ولكن البنت ما كانتش موافقه، وده لان الدماس ده مكان خطير جدا. المهم البنت بعد رغي كتير بتوافق تخليها تدخل معاها، وساعتها بنشوف قد ايه هيكارين انسانه طيبه، فعلى الرغم من انها مريضه الا انها بتفكر في مساعده الناس، عايزه تلاقي الاكسير وتساعد كل اللي عندهم نفس مرضها او اي مرض خطير. فعلا البنت ديت جدعه والله. المهم بكده نكون عرفنا السبب اللي خلاها تدخل الدماس. نرجع للحاضر، وميكو بتعتذر من كايتو ايري لانها خبت عنهم الموضوع ده. ايري بتقول لها انا لو كنت مكانك كنت هعمل كده برضه، فما تزعليش نفسك. المهم بعدها الشباب بيقرروا انهم يتعمقوا اكتر في الدماس علشان يلاقوا الاكسير ويعالجوا صاحبتهم. وفي اليوم اللي بعده بيروحوا للدماس، والمره دي بينزلوا للطابق العاشر وبيقابلهم 3 وحوش. كايتو بيطلب من سيلفي تغني اغنيه الفالكيري، وسيلفي فعلا بتبدا تغني. العيال بتنطلق على الوحوش، وميكو والوحش بتاعها بيخلصوا على الاول. ايري بتنطلق على الثاني وبتقدر تهزمه بكل سهوله، وبيليا هو كمان بينطلق على الثالث وبيخلص عليه. ده ايه الجمدان ده يا جدعان؟ المهم بعدها العيال كانوا قاعدين في امان الله، وساعتها بيطلع لهم وحش من تحت الارض وبيمسك كايتو. لوسيريا بسرعه بتحاول تخلص عليه بضربه النار، ولكن سيلفي بتمنعها لانها لو عملت كده فكايتو كمان هيموت. بس هل الوضع هيفضل على كده؟ لا والله. بوم البنت بتخلي الوحش يسيبه باستخدام مهارتها الجديده، وساعتها بيليا بينقض عليه وبيشرحه في ثواني، ولكن البنت لوسيريا كانت متغاظه منه جامد، وده لانه اخذ اللقطه منها صديقي. المهم كايتو بيشكر الشيطان بيليا على انقاذه الخطير، والواد بيفرح جدا. بعدها بيروحوا يزوروا هيكارين في المستشفى،
وبيحكوا لها على كل اللي حصل. ولما بيطلعوا من عندها ميكو بتفضل تعيط، وده لانها زعلانه على صاحبتها جدا. المهم بعدها العربيه بتيجي وبيركبوا فيها، وايري بتقول لكايتو انا عايز اكون بطل قادر ان هو يحمي الاشخاص اللي بيحبهم. ساعتها الواد بيحس ان هو سمع نفس الكلام ده قبل كده، ولكنه مش فاكر امتى بالظبط. بيكون مروح في الطريق وساعتها البنت كاتسو بتتصل عليه، ووقتها كايتو بيفتكر هو سمع الكلام ده فين قبل كده. ايوه هو الكلام ده من ابو كاتسو نفسه. ساعتها الواد بيقفل المكالمه وبيقول لها هبقى اكلمك بعدين. بيرجع للدماس من تاني، وده علشان يقدر يلاقي الاكسير في اسرع وقت، وبعدها بيرجع للبيت. كاتسو بتشوفه وهو مروح وكان باين عليه قد ايه هو تعبان جدا يا صديقي. المهم بعدها الواد بياخد شاور سخن على السريع، وامه بتقول له انت اتاخرت جدا في الشغل الايام ديت، ما ينفعش ترهق نفسك ولازم تذاكر كمان. قال لها تمام ما تقلقيش كله تحت السيطره. وفي الصبح الواد بيوصل متاخر للمدرسه بسبب ان هو كان تعبان امبارح، وكالعاده المدرسه بتوبخه وبيروح يقعد مكانه. بعدين بيقابل صحابه واللي كانوا رايحين عند هيكارين ومعاهم الهديه ديت من كاتسو. بيقول له هو انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ قال لهم لا انا رايح الدماس، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها العيال بيروحوا عند هيكارين وبيفضلوا يلعبوا معاها، والبنت كانت محترفه في كل اللعب. العيال مش عارفين يكسبوها خالص، بس البنت بتكح فجاه وعلشان كده بيسيبوها ترتاح شويه. بتشكرهم على الهديه بتاعت كاتسو، ولكنها كانت زعلانه لان كاتسو ما جاتش تطمن عليها ولو لمره واحده. العيال بيحاولوا يتهربوا منها علشان ما يعرفوهاش السبب، ولكن البنت بتعرف ان القائد كاتسوراغي يبقى ابوها لان ابوها مفقود في الدماس من وهي صغيره. هيكارين بتقول لهم طالما هو مفقود يعني ممكن يكون لسه عايش، علشان كده انا هستكشف الدماس لحد لما الاقي ابوها، وساعتها كاتسو هتقدر تيجي الحديقه من تاني. ايوه البنت ديت طيبه جدا يا جدعان، على الرغم من انها تعبانه الا انها بتفكر في غيرها. المهم خلينا نروح لاصحابنا في الدماس واللي كانوا بيواجهوا الوحش الناري ده. سيلفي بتبدا تغني اغنيه الفالكيري وتمد العيال بالقوه، والوحش بيهجم عليه بهجوم ناري، بس الشيطان بيليا بيتدخل وبيقطع الهجوم لنصين، وكايتو بيطلب من لوسيريا تهجم عليه. فعلا البنت تعمل كده، ولكن الوحش بيقدر يفلت من الهجوم وبينقض عليه. البنت ميكو بقى بتقدر تشتته بالمهاره بتاعتها، وايري بتهجم عليه من ظهره. كمان ميكو بتفضل تهجم عليه علشان تشتته، وكايتو بقى بيستغل الفرصه وبيطعنه بالسكينه في بطنه، واخيرا الوحش بيموت. كايتو بعدها بقى بياكل سيلفي ولوسيريا بعد المجهود اللي عملوه، وبيروحوا علشان يبيعوا الانويه اللي جمعوها. فعلا بياخد مبلغ كبير المره دي، والموظفه بتقول لهم انا هقسم المبلغ ده على 3 وادي لكل واحد نصيبه. كايتو قال لها لا قسمي المبلغ ده على 4 لان هيكارين جزء من فريقنا برضه. جدع يا ابني والله، هي ديت الصداقه الحقيقيه ولا بلاش. بعدها الواد بيرجع للبيت وبيفضل طول الليل بيدور على اي معلومات ممكن تفيدهم، وفي الصبح بيروح للمدرسه وكالعاده بيفضل نايم في الفصل، والمدرسه بتروح علشان تصحيه. قام الواد قال لها 5 دقايق تاني بس والنبي. الطلاب بيفضلوا يضحكوا عليه، ولكن كاتسو كانت قلقانه جدا عليه. بعد ما بيخلصوا مدرسه بقى الواد بيطلع يجري علشان يروح الدماس، وفي الطريق صحابه بيقابلوه بيقولوا له ما تاخد يوم اجازه يا عم. صاحبته كاتسو هي كمان بتقول له انت لازم تاخد يوم اجازه، انا عارفه انك بتعمل كل ده علشان هيكارين وانا برضه قلقانه عليها. البنت كمان كانت عايزه تقول له انها قلقانه عليه ولكن بتتحرج وما بتقدرش. قال لها خلاص ابقى اقابلكم بعدين، وبيسيبهم وبيمشي. بيروح للدماس والمره دي كان لوحده، وده لان ايري وميكو مش هيقدروا يروحوا النهارده. الواد كان متوتر لانه لوحده، ولكنه بيقول لهم خلينا نستكشف المقدمه مش اكتر. سيلفي ولوسيريا بيلاحظوا ان هو مرهق وتعبان، وبيليا بيقول له انت لازم تاخد يوم اجازه على الاقل. قال لهم انا عارف انكم قلقانين عليا ولكن انا بخير ما تقلقوش. المهم بعدها بيدخلوا الطابق 12 واللي كان عباره عن مكان متجمد. سيلفي بتقول لهم انها مش حاسه باي وحش قريب منهم، وكايتو كان هيتزحلق فبيقول لهم خدوا بالكم وانتم ماشيين. لوسيريا بتقول له ايه رايك استخدم ضربه النار بتاعتي وادوب الجليد ده؟ الواد قال لها لا مش دلوقتي، بس هل بقى الوضع هيفضل زي الفل كده على طول؟ لا والله. فجاه سيلفي بتحس ان في حاجه كبيره جايه ناحيتهم، وده مش وحش لا ده كانه انفجار جاي ناحيتهم. العيال على طول بيستعدوا للقتال وخلاص الخطر على الابواب، وبوم بيطلع لهم جيش كامل من الوحوش. ده ايه ده كله؟ على طول كايتو بيقول لسيلفي تغني اغنيه الفالكيري، والبنت تبدا تغني والعيال بينطلقوا على الوحوش بيقتلوا فيهم من كل حته، وحاجه كده اخر جمدان. الكل بيستخدم مهاراته والدنيا قلبت مدعكه، بس فجاه كايتو بيتزحلق وبيقع على الارض. الوحوش بيهجموا عليه لحد لما الواد طاقته بتخلص وبيغمى عليه. على طول الشيطان بيليا بيشيله على كتفه وبيهرب بيه من المكان. البنات بيقولوا له خد كايتو وامشي من هنا بسرعه احنا هنتصرف معاهم. الواد فعلا بيسمع الكلام وبياخد كايتو وبيهرب، وبعدها البنات بيجمعوا كل قوتهم وبيستعدوا علشان يخلصوا عليهم. بيستخدموا اقوى ضرباتهم وبيضربوا ضربه بتزلزل المكان حرفيا. قوه جباره بتطلع وبيقدروا يخلصوا عليهم. بيروحوا بقى عند بيليا واللي كان بيحاول يعالجه بسحر الظلام، بس مفيش فايده. لوسيريا بقى بتقول له اوعى من هنا كده، بتفضل تضرب في كايتو وبتقول له كل حزن اياك تموت هنا احنا محتاجينك. ساعتها سيلفي بتشربه الجرعه السحريه ديت علشان يخف، بس برضه مفيش فايده. البنت وقتها بتشرب الجرعه علشان تعرف تشربها له، وكمان لوسيريا اول لما شافتها بتعمل كده الغيره ولعت فيها، عملت زيها يا صديقي. بيفضلوا كل واحده تحب فيه من ناحيه وربنا ما يحطك مكانها صديقي. المهم فعلا الواد بيفوق وبيشكرهم علشان انقذوه، ولكنه بيغمى عليه من كتر التعب وبيقع على الارض. بيفوق بعدها بيلاقي نفسه عند الدكتور، وايري وميكو بيجوا عليه علشان يطمنوا. الدكتور بيقول لهم ان هو بقى كويس دلوقتي بس لازم يرتاح شويه. ميكو بقى بتقول له انت كويس؟ ساعتها الواد جسمه بيرتعش وبيقول لها انا كنت خايف جدا. بعدها الواد بيكون مروح للبيت والبنات كانوا قلقانين عليه، بيقولوا له ايه رايك نوصلك للبيت؟ قال لهم لا مفيش داعي، وبيسيبهم وبيمشي، ولكنه كان زعلان جدا وشكل كده قلبه اتكسر يا صديقي. ولما بيروح بيحرق المجلات بتاعه البطل اللي هو عايز يبقى زيه، بس هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اكيد هنعرف كل حاجه بعدين. المهم بعدها الواد بيروح للبنت صاحبته وبيقعد يتكلم معاها وبيقول لها انا اسف لاني عمري ما فكرت انت بتحسي بايه. البنت بتقول له هو ايه اللي حصل لك؟ قال لها انا كنت هموت وكنت
كنت مرعوب جدا، وده خلاني اعرف الشعور اللي هيكارين بتحس بيه كل لما تدخل الدماس، وكمان الشعور اللي انت بتحس بيه لما تكوني مرعوبه عليا. ابوكي كان بطلي، انا كنت عايز ابقى زيه بالظبط. هو عمل انجازات كتيره وحقق شهره واسعه، ولكن لما اختفى في الدماس في مجموعه من الناس انتقدته بدون اي رحمه. انا شفتك وانت بتبكي لما الناس انتقدت ابوكي، ولكن انا ما قدرتش اعمل اي حاجه. علشان كده انا كنت عايز ابقى بطل زيه واخلي الناس تعرف ان كاتسوراغي كان بطل حقيقي، ولكن انا اسف، انا مش هقدر ادخل لهناك تاني. انا ما عدتش بمتلك الشجاعه اللي تخليني اكمل في الطريق ده. البنت بتقول له لا انت غلطان، انت كنت بتعمل كل ده علشاني وده خلاني سعيده، بس دلوقتي الموضوع مختلف لانك بتعمل كده علشان هيكارين. ابويا قال لي زمان عن معنى انك تكون بطل حقيقي. البطل الحقيقي هو اللي بيحمي الناس وبيضحي بنفسه علشان غيره. معنى انك تكون بطل هو انك تعمل كل اللي تقدر عليه علشان غيرك، وانت بطل يا كايتو، بطل هيكارين وبطل انا كمان. صحيح انا خايفه عليك من الدماس، ولكن انا عارفه اني هندم لو منعتك تروح لهناك، وانت كمان اكيد هتندم. علشان كده انقذ هيكارين يا بطل. كايتو وقتها قال لها بس انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف المفروض اوصل لحد فين في الدماس علشان الاقي الاكسير، وكمان ما عنديش ادنى فكره عن الوحوش اللي بتوقع الاكسير ده. البنت قالت له اعمل بس اللي انت تقدر عليه والدنيا هتجيلك لحد عندك. ساعتها الواد بيرجع له الامل من جديد وبيمسك ايديها وبيقول لها شكرا ليكي. البنت هي كمان بتمسك ايده وبتقول له انا بس عاوزاك توعدني بحاجه، انك مهما نزلت الدماس انا عايزاك توعدني انك هترجع لي سليم من هناك. الواد قال لها تمام ووعدها بكده، ومشهد جمال جمال والله. المهم بعدها الواد بيروح للدماس وبيقول لاصحابه انهم هيجمعوا الصلايم، بس ازاي يعني؟ هم ما لقوش الاكسير في الطابق العاشر، ازاي هيلاقوه في الطابق الاول؟ لو هتقول لي ازاي هقول لك بص اسمع الكلام كويس، الطابق ملوش علاقه بالجوائز اللي بتحصل عليها، لان عندك مثلا صاحبنا كايتو كل الحاجات النادره اللي معاه لقاها في الطابق الاول زي سيلفي ولوسيريا وكمان السكينه السحريه بتاعته. امال انت عايز اكتر من كده؟ ده هو ما لقاش حاجات زي ديت في اعلى طابق وصل له حتى، وكده معاه حق ان هو يدور في الطابق الاول. الصراحه انا لو مكانه هعمل كده برضه. المهم العيال بيفضلوا يقتلوا في الصلايم واحد ورا الثاني، وكلهم بيستخدموا مهاراتهم علشان يخلصوا عليهم. كمان بينضم ليهم اصحاب كايتو اللي هم الولدين المتخلفين دول، بيفضلوا يقتلوا في الصلايم بدون كلل او ملل لحد لما بيتعبوا. كايتو بيقول لهم عملتوا مجهود عالي النهارده، ولكن للاسف هم عارفين ان الصلايم العاديه ديت مش بتدي حاجات نادره. بس هل الوضع هيفضل على كده؟ اكيد لا. فجاه سيلفي بتحس بحاجه عمرها ما حست بيها قبل كده، وبتقول لكايتو والباقي يروحوا عندها. وهنا كانت المفاجاه، ايوه ده سلايم نادر يا صديقي. ميكو كانت عاوزه تهجم عليه، ولكن كايتو بيجيبها من قفاها، بيقول لهم احنا ما ينفعش نسيبه يهرب مننا، علشان احنا لو خليناه يهرب مش هنعرف امتى ممكن نلاقي زيه. وفعلا العيال بيقفلوا عليه من كل حته وبيحاصروه من كل مكان. كم ماسه يا بنت لذينه. ايوه كده الفار خلاص بقى في المصيده. لوسيريا وسيلفي بيهجموا عليه والعيال فاكرين ان هو خلاص مات، بس للاسف الصلايم طلع لسه عايش وبيحاول يهرب باي طريقه، ولكن على فين يا حزين، العيال محاصرينه من كل حته ومش هيعرف يهرب منهم. وقتها العيال بيقربوا منه لحد لما بيحوطوه في دايره، وبيقربوا اكتر منه والصلايم عرف ان هو خلاص ميت. العيال بينزلوا ضرب فيه لحد لما بيخلصوا عليه. بعدها بيروحوا للمستشفى وبياخدوا البنت هيكارين معاهم للدماس. كمان البنت ما كانتش ماشيه على رجليها، لا دي كانت نايمه على السرير المتحرك. المهم بعدها بيوصلوا للدماس والبنت بتصحى وكايتو بيدي لها البطاقه ديت، بس هي ديت بطاقه ايه بالظبط؟ ايوه دي بطاقه خادم من مستوى عالي، وكمان ديت مش بطاقه خادم وخلاص، لا دي بطاقه الجنيه تيتيانا. والجنيه تيتيانا ديت هي جنيه شفاء اسطوريه وممكن تعالج مرض هيكارين. كايتو بيطلب من هيكارين تستدعي الجنيه، وفعلا البنت تعمل كده. ساعتها نور شديد بيملى المكان وبتظهر طاقه جباره بتحوط المكان كله. بعدها الطاقه ديت بتختفي وبتظهر الجنيه تيتيانا، واللي كانت برضه بنت صغيره ولكنها عسل يا صديقي. هيكارين بتعرف عن نفسها والبنت بتعرف ان هي ديت سيدتها، وكايتو بيقول لها سيدتك دلوقتي تعبانه ومحتاجه لقوتك، هل هتقدري تعالجيها؟ ساعتها تيتيانا بتشوف حالتها وبتقول لهم للاسف لا، في مستواي الحالي مش هقدر اعالج مرضها تماما. العيال ساعتها بيزعلوا وخلاص الامل اللي كان عندهم راح. ولكن ايري بتقول لها وانت قلتي مش هتقدري تعالجيها تماما صح؟ قالت لهم ايوه. قالت لها يا بنتي تقدري تعالجي شويه من مرضها ولكن مش المرض كله. فتيتيانا بتقول لهم ايوه اقدر اعمل كده. ساعتها العيال بيترجوها تعالجها والبنت بتقول لهم ماشي. بتمسك ايد هيكارين وهاله شفاء جباره بتحوط البنت وبتعالجها. البنت بتفتح عينيها وما كانتش مصدقه اللي بيحصل ده. ايوه اخيرا البنت بقت تقدر تمشي على رجليها والدنيا زي الفل. ساعتها ميكو بتجري عليها وبتحضنها وبتعيط، وهيكارين بتشكرها على اللي عملته علشانها، بتقول لها انت البطله بتاعتي، وبتشكر الباقيين كمان وبتقول لهم انتم كلكم ابطالي. بعدها كل واحد بيروح لحاله، وفي طريق كايتو بيقابل كاتسو وبيحكي لها على كل حاجه. بيقول لها ان التعويذه اللي عملتها تيتيانا هتستمر لمده سنه واحده، وفي خلال السنه ديت يا اما نلاقي الاكسير او يا اما تتعلم تيتيانا التعويذه اللي بتشفي اي حاجه. البنت بتقول له انت قصدك انك هترجع للدماس من تاني؟ قال لها ايوه. قالت له يبقى ما تنساش وعدنا. قال لها ما تقلقيش اوعدك ان هرجع للبيت سالم. وبعدها بيوصلوا عند البيت بتاعها والواد كان عايز يعترف لها بحاجه، بس ساعتها امها تطلع من البيت وبتنادي عليها والبنت بتمشي وبتقول له اشوفك مره تانيه. وفي اليوم اللي بعده كايتو بيقابلها والبنت بتقول له انت كنت عايز تقولي امبارح. كايتو بيقول لها انا بس كنت عايز ارجع استكشف الدماس من تاني، وانا طبعا راضي ومصدق ان هو ده الكلام اللي كان عايز يقوله، بس ما علينا يعني. المهم بعدها كايتو بيرجع هو والفريق بتاعه لاستكشاف الدماس، والمره دي معاهم هيكارين واصحاب كايتو المتخلفين. وبكده تكون انتهت الحكايه بتاعتنا. لو عجبتك ما تنساش تقول لنا في التعليقات، وكمان ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا سلام سلام سلام.